السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أخبار مصر اليوم الخميس 23/2/2023، وإليكم أبرز العناوين. بشرى سار: هيئة التأمينات تعلن شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع العام والخاص 2023 وتقر ضوابط جديدة. مفاجأة زيادة المعاشات. زقطته وزارة التموين تزف خبر سار للمواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بهذه الشروط. الكتكوت غلب الدولار، لماذا قفز سعره إلى 32 جنيه؟ أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة. الأرصاد تعلن طقس الخميس، وإليكم التفاصيل. تعرف على حقيقة زيادة معاشات مارس 2023. التضامن الاجتماعية توضح الأسماء المستحقين زيادة المعاش شهر مارس 2023. موعد صرف معاش شهر مارس 2023 بالزيادة الاستثنائية. الحقيقة أن الحكومة لم تصدر أي قرارات بشأن وجود زيادة استثنائية في معاشات شهر مارس، وتعود تلك الزيادة إلى القانون الصادر عن مجلس النواب بعد توجيهات الرئيس السيسي بصرف علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات تقدر ب 300 جنيه. جميع المستفيدين والمستحقين للمعاشات في إطار حرص القيادة السياسية على تحسين دخول أصحاب المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وفي إطار التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقتها من تداعيات جائحة كورونا، والتي وضعت العالم كله في أزمة اقتصادية كبيرة. تكبير العلاوة الدورية للمعاشات، وكانت الدولة قد قامت العام الماضي بتكبير صرف العلاوة الدورية لتصبح في شهر إبريل 2022 بدلا من الموعد المقرر لها في شهر يوليو، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ووفقا لما سبق فلا توجد زيادة استثنائية في معاشات شهر مارس المقبل، ويتقاضى أصحاب المعاشات مستحقاتهم بشكل طبيعي وفقا لآخر زيادة صرفت في شهر نوفمبر الماضي. كما أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات الخاصة بشهر مارس في يوم 1 و2 و3 من شهر مارس 2023 على أن تستمر حتى يوم 6 مارس 2023. جدول صرف معاشات مارس 2023. كما تجدر الإشارة على أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات مارس 2023 من خلال الجدول المقرر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يأتي على النحو التالي: يبدأ اليوم الأول والثاني الأربعاء والخميس في صرف معاشات شهر مارس 2023 لأصحاب المعاش الذين يحصلون على معاش من 1300 جنيه. يأتي في يوم 5 و6 في صرف معاشات شهر مارس 2023 لأصحاب المعاش الذين يحصلون على معاش أكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه. يوم 7 و8 صرف معاشات من شهر مارس 2023 لأصحاب المعاش أكثر من 2300 جنيه. ونتابع. تعرف على حقيقة زيادة معاشات مارس 2023. التضامن الاجتماعية توضح موعد صرف معاشات مارس. ونتابع. زقطته وزارة التموين تزف خبر سار للمواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بهذه الشروط. لا يقل عمره عن 4 سنوات. البطاقة توضح اسم صاحبها ورقمه القومي وعدد أفراد أسرته. تحديد عدد الأفراد المراد إضافتهم على البطاقة مع تقديم الرقم القومي الخاص بهم. إرسال الطلب إلى مديرية التموين من أجل أن يرسل إلى الديوان التابع لها. الانتظار لحين الانتهاء من عملية المراجعة والرد فيما بعد. من يحق له إضافة أبنائه في بطاقة التموين. آخر تحديث: ليست الشروط فقط هي العامل الأساسي من أجل قبول طلب إضافة المواليد في البطاقة، بل يجب أن يكون صاحب البطاقات من الفئات التالية: من المسجلين في معاش تكافل وكرامة، أو من يحصل على معاش التضامن الاجتماعي، أو من يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة، زوجات الشهداء والأبناء. مع العلم أن بطاقة التموين لا تضيف سوى 4 أفراد فقط: الأب والأم وفردين 2 فقط، على أن تكون قيمة كل فرد في البطاقة 50 جنيها، ويكون سعر رغيف الخبز 5 قروش فقط،
ويسمح بالحصول على 5 أرغفة فقط باليوم ولكل فرد مسجل في البطاقة. ونتابع. الكتكوت غلب الدولار، لماذا قفز سعره إلى 32 جنيه؟ شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا كبيرا بالأسواق، خاصة مع بداية العام الجاري، ليصل السعر إلى 32 جنيه في الأسواق، وهو مستوى أعلى من سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، والذي يتجاوز 30 جنيه حاليا. وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجاري إن السعر الحالي للكتكوت يأتي استغلال للشحة المتواجدة بكميات الدواجن بالمزارع بعد ذبح الدواجن الأمهات خلال الشهرين الماضيين. وأكد أن سعر 32 جنيه للكتكوت بالمزارع مستوى مبالغ فيه، موضحا أن تكلفة إنتاج الكتكوت تصل إلى 10 جنيهات. وأضاف السيد أنه مع إضافة هامش ربح المربي ولتعويض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، فإن السعر العادل للكتكوت من المفترض أن يصل إلى 16 جنيه. وعن أسعار الدواجن، ذكر رئيس الشعبة أن سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة يتراوح ما بين 81 و 82 جنيه، ليباع الكيلو في الأسواق بحوالي 90 جنيه للكيلو. ويصل متوسط سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى ما بين 111 إلى 112 جنيه، لتباع الكرتونة بالأسواق في مصر إلى نحو 120 جنيه في المتوسط وفقا لقول السيد. وسجل متوسط طن العلف إلى ما بين 21 و 23 ألف جنيه، حيث وصل سعر طن الذرة الصفراء إلى حوالي 16 ألف جنيه، وسعر طن الفول الصويا إلى حوالي 31 و 32 ألف جنيه. وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنوي، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5% بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا. ونتابع. زيادة جديدة بسعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس. البنك الأهلي المصري 30 جنيه و48 قرش للشراء، و30 جنيه 58 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع. بنك مصر 30 جنيه 48 جنيه للشراء، و30 جنيه 58 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع. بنك القاهرة 30 جنيه 55 قرش للشراء، و30 جنيه 92 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع. البنك التجاري الدولي 30 جنيه 58 قرش للشراء، و30 جنيه 68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع. بنك البركة 30 جنيه فاصل 58 جنيه للشراء، و30 جنيه 68 جنيه للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي 30 جنيه 63 قرش للشراء، و30 جنيه 68 للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع. ونتابع. أماكن الأمطار ودرجات الحرارة. الأرصاد تعلن طقس الخميس. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الخميس، حيث يسود طقس بارد صباحا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد. وأكدت الهيئة أن حالة الطقس سيكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية والغربية بنسبة 30%. وأشارت الهيئة إلى أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم هي الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وبكده نكون قدمنا لكم أخبار مصر اليوم الخميس 23/2/2023. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.